يلا. معرض جلالين الأصفع بعمل ايه اكل؟ أهلا وسهلا بسيادتك. اهلا بحضرتك. هل حضرتك زائر ولا صاحب شركة؟ حضرتك تعرف نفسك. انا طبعا احمد الجندي، رئيس مجلس اداره شركه الجندي السوداني للانتاج الحيواني. وطبعا انا بحرص على زياره المعارض المتخصصه في الانتاج الزراعي وفي الانتاج الحيواني، لان طبعا القطاعين، قطاع الزراعه وقطاع الانتاج الحيواني، ما انفصلوش عن بعض. وطبعا المعرض كبير ويعتبر معرض دولي، لان بتشارك فيه دول كتير. عندنا السنه دي 22 دوله مشاركه في المعرض. دول طبعا من اوروبا، ودول من اسيا، ودول من افريقيا. فطبعا معرض مهم وضروري اي حد شغال في الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني يزور مثل هذه المعارض، لانه هيستفيد منها كتير وهتاثر بشكل ايجابي على مجال عمله ومجال شغله. فاحنا النهارده موجودين وبنتابع الشركات اللي موجوده والقطاعات اللي بيغطيها المعرض، قطاعات واسعه وكبيره. شايف إن القطاعات يعني كبيرة. حضرتك استفدت من وجود الشركات ديت في هذا المعرض؟ أكيد طبعا المعرض بيغطي 8 قطاعات أساسية في مجال الزراعة. فاحنا عندنا أول قطاع بيغطيه المعرض قطاع الصوب الزراعية، وعندنا قطاع الميكنة الزراعية، وقطاع الخدمات، وقطاع ما بعد الحصاد، وقطاع الموارد المائية، وقطاع الأسمدة والمبيدات والبذور والشتلات. فكل دي قطاعات بيغطيها المعرض. أكيد طبعا أي حد بيشارك ومهتم بالمجال الزراعي والإنتاج الحيواني لازم هيستفيد من الشركات اللي موجودة، اللي عندها خبرة طويلة في مجالها. وطبعا هل حضرتك اشتركت في معارض، يعني بعض المعارض الداخلية في مصر؟ طبعا أنا على طول متابع المعارض الخاصة بوزارة الزراعة، سواء معرض صحاري أو معرض أجرينا أو معرض أجرو. طبعا كل ديت معارض بنستفيد منها في مجال عملنا. وطبعا وزارة الزراعة بتستضيف شركات كبيرة ولها اسم على المستوى الدولي والعالمي، بتشارك معانا هنا في المعرض يعني بمنتجاتها. المعرض إضافة لكل المجال الزراعي والحيواني؟ أكيد طبعا المعرض إضافة، وإضافة كبيرة كمان. ما أنا بقول لحضرتك، لو شفت الشركات العارضة هنا في المعرض منتجاتها قد إيه بتعكس مدى أهمية المعرض ومدى أهمية هذا الحدث الكبير. فاتفضلي حضرتك. أنا بشكر سيادتك جدا على هذا اللقاء، وإن شاء الله موفق دائما. ربنا يخليك، شكرا. أنا كمان اتشرفت بيك، الله يخليك.